السلام عليكم. للأسف زي ما قلت وتوقعت وقلت لكم طبعا الكلام ده من أسبوع إن في 3 حلول، ولو كده تشوفوا الفيديو بدل إيه ما أقعد أكرر لكم يعني الحاجات اللي أنا قلتها قبل كده. المهم يعني الأهل عمال اللي هو عارف إيه ينزل كل شوية بيان، فده بيوحيلي بالحاجة التانية، القصة التانية اللي قلتها إن اللجنة الأولمبية طبعا هي مش هتعمل حاجة وهتقر بالعقوبات اللي على الأهل وده يعني إيه بدأ بإلحاح الأهلي، وكل شوية بيان وكل شوية يا جدعان ردوا، يا جدعان اعملوا، وشكوى امبارح والنهارده يقولوا اللجنة الأولمبية رد على الشكوى اللي احنا مقدمينها وحاجات كده. ودي كانت حاجة يعني أنا حاططها من الأسباب التلاتة، قلت لكم خلاص بقى مش هنقول السبب أول ولا التاني، هو ده ولا التالت، هو ده التاني يعني فاهم. يعني النهية فيها بقى حلتين يعني فاهم، فيها يعني قصتين. انا كنت بشجع النادي الاهلي، انا بشجع النادي الاهلي من امتى؟ من 2004 2003 يعني اواخر 2003 كده يعني فاهم. انا اول مره اشوف النادي الاهلي بكميه اللي هو ضرب البيانات، اللي هو يعني عارف كل شويه ضرب بيان، كل شويه ضرب بيان، كل شويه ضرب بيان. فيعني عارف انا خايف من ضرب البيانات دي توحيلي بحاجات 2018 و2019 و2023 في بيان الكاف، ونقعد ننزل ويا جدعان وايه، والجماهير بتنسى وننفض بعد كده. اللي عايز اقوله في النهاية ان النادي الاهلي لو اتهزم في المعركة اللي هو داخلها دي، اصل بسميها معركة ليه؟ انك انت دخلت نفسك فيها بكل عارف انت شموخ وكبرياء وكل حاجة وعظمة النادي الاهلي. فانت لو خسرت المعركة دي، انت للاسف انت خسرت نفسك بطريقة ساذجة يعني معلش. المسؤولين في الزمالك يستحوا ان هو يعملوا الغلطة يعني اللي احنا عملناها. طبعا لغاية دلوقتي مش غلطة، لغاية دلوقتي انا في ظهرهم لان مفيش غلطات لغاية دلوقتي هم يعني عملوها من وجهة نظر انا ومن دماغ وتفكير انا باللي حصل. لا ده وجهة نظر ان هم عملوا الصح، بس يا ترى هم هينجحوا في الصح ده؟ الله اعلم. هو كله كده ضدك. فانت لو هتعمل الخطوات اللي انا برضو شرحتها في الفيديو، قلت لك ان انت بتعمل خطوات عشان تعلي للشكوى في الفيفا بقى والكده والكلام ده، انا هديك شابوه وامشي معاك، امشي معاك عشان انت دخلت بكبرياء وكل حاجة وقعت في قرارات. لا ده انتوا ليلتكوا هتبقى ليلة معايا يعني بصوا يعني في كلام قد كده هنقعد نهريه بقى ونفتكر بقى اللي فات واللي جاي، يعني عارف انت يعني اللي فات واللي جاي. فانتوا دلوقتي في موقف حطيتوا نفسكوا فيه، لا اما تستمروا في ان انتوا احلى اداره مسكت النادي الاهلي على مر التاريخ والموقف ده هيثبت ده، لا اما للاسف كيرف ان انتوا تبقوا احسن من احسن حتى 5 فاهم انت. اه طبعا انتوا هتبقوا احسن في البطولات، يعني انتوا من احلى الادارات في البطولات، انما في القرارات الحازمه وكبرياء وشموخ النادي الاهلي انتوا تقريبا مش موجودين. يعني احنا كنا بنهاجم كابتن محمود طاهر لا بقراراته، لا ده يعني كان عالمي، كان راجل عالمي بالنسبه اللي احنا بنشوفه. ومش عايز اسبق الاحداث مع ان الاحداث ما تطمنش، بس مش عايز اسبق الاحداث واقول ان بكره هنشوف كل حاجه وكل حاجه ليها الارض. سلام عليكم.